نبتدي بقى بأول عيب من عيوب الهجرة، شبح العنصرية. خد بالك، أنا مش بقولك العنصرية، أنا بقولك شبح العنصرية. ليه شبح؟ لأنه شيء أنت حاسس بوجوده، لكن أنت مش قادر تشوفه، مش قادر تلمسه، مش قادر تثبته. بص، عشان أوضح لك الموضوع، خلينا نقول إن العنصرية نوعين. عنصرية آه، ثابتة تقدر تثبتها نتيجة القول أو الفعل. يعني واحد اعتدى عليك قولا او واحد اعتدى عليك فعلا بسبب ان هو كاره لونك او شكلك او المكان اللي انت جاي منه. فده شيء انت تقدر تثبته بسهولة، تقدر تثبته من خلال الشهود، تقدر تثبته مثلا بكاميرا فيديو او اي حاجة من دي. فهي دي العنصرية الظاهرة. انما انت مشكلتك في بلد زي امريكا او في بلدان غربية تانية هي العنصرية المبطنة، العنصرية الغير مرئية، العنصرية التي لا يحاسب عليها القانون. يعني القانون مش هيحاسب واحد انه بيكرهك من جواك، مش هيحاسب واحد مش حابب انه يسلم عليك. يعني ممكن يدخل على مجموعة من الناس يسلم عليهم كلهم ويجي عندك انت وما يسلمش. مش هيحاسب واحد ما حبش يبتسم في وشك واول ما شافك راح حاطط راسه في الارض. مش هيحاسب واحد مش عايز عياله يختلطوا بعيالك. مش هيحاسب واحد عامل نفسه مش فاهم الانجليزي بتاعك، رغم ان انت بتكلمه في حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. كل ساعه تانية يقول لك وات سي رجال، علشان يحسسك ان انت مش من البلد، وعلشان يحسسك ان انت مش متقن للغه وان انت غريب عنها. فكل دي اشياء تندرج تحت العنصريه الغير ظاهره، العنصريه المبطنه التي لا يحاسب عليها القانون. وده اللي بيخلق لك بقى حاله القلق دايما، ان انت ما بتبقاش عارف هي حياتك متأثرة بالعنصرية ولا لا. فتيجي تقدم على شغلانة وتعمل لقاء انترفيو، وتلاقي نفسك مناسب جدا للشغلانة دي، لكن تفاجأ ان انت اترفضت بعدها. فتقعد تسأل يا ربي، هو انا اترفضت عشان اسمي، ولا لما الراجل ده لاني بتكلم بلكنة فهو ما بيحبش حد يكون بيتكلم بلكنة وعايز واحد يتكلم بلكنة بلده. فتبقى قاعد مش عارف انت اترفضت ليه. تيجي تقدم مثلا على ايجار، طلب ايجار لسكن، وتفاجئ ان صاحب الايجار ده رفضك. متبقاش عارف يا رب هو رفضني علشان خاطر انا عربي، او عشان خاطر انا مسلم، او عشان خاطر شكلي، ولا عشان ايه بالظبط. فللاسف الشديد الشعور ده هيفضل ملازمك لفتره طويله من الزمن. هتحاول تتعايش معاه وتقلل الاحساس بيه، ولكن مش هتقدر توقفه خالص. العيب التاني من عيوب الهجرة أو الغربة سواء لأمريكا أو لأي بلد تاني هو مباشرة الوالدين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دي حاجة من الحاجات إن أنت ممكن ما تكونش حاسس بيها دلوقتي، هي موجود من الموجودات المحاط حواليك، وأصبح أمر من المسلمات إنك تصحى كل يوم الصبح تشوف ابوك وامك لو هم قاعدين معاك في نفس البيت او انت ساكن معاهم، او ان انت مثلا متجوز وعايش في مكان تاني بس قادر انك تشوفهم في اي وقت انت حابب تشوفهم، وتقدر تزورهم زيارات مثلا كده ايه سريعة اثناء الاسبوع، وتزورهم زيارة مطولة في يوم الجمعة او في الويك اند. فده شيء من المسلمات. لكن لما هتغترب هتفتقد هذا الامر، ومش هتقدر تشوف التغير اللي بيحصل لهم عمريا وصحيا بعيد عنك. ولما هتحصل لهم مشاكل قد تكون ظروفك لا تسمح ان انت تقدر تحل لهم المشاكل دي، لان مش كل حاجة ينفع تتحل بالفلوس. في حاجات كتيرة انت محتاج ان انت تكون متواجد معاها. انا واحد من الناس امي توفت في 2011، ما قدرتش انزل اشوفها في ايامها الاخيرة واصلي عليها الجنازة وادفنها. والدي نفس الحكايه مات في 2022، ما قدرتش اعمل له اي حاجه وما قدرتش انزل له ولا احضر جنازته. في 2011 كان في حظر تجول. في الفتره دي كانت الدنيا بتقفل بدري في مصر، فجيت انزل تاشيره الخروج والعوده بتاعتي كان فيها مشكله في الكمبيوتر، فقالوا لي اجل سفرك اخليها مثلا بالليل. فطلبت من والدي ان انا اجل السفر من اوصل له الجنازه من الظهر للعصر. والدي رفض طبعا وقال لي ما يا ابني انا اسف مش هقدر، انت عارف ظروف البلد وبتاع، فخلاص انت ادعي لها من عندك وكانك جيت. وما قدرتش انزل.
ولما هو يا عيني جه في ايامه الاخيره وتعب، انا كان جوازي ضايع في البوسطه، بعته علشان خاطر السوشيال نمبر، لانه كان اياميها ايام الكورونا وكانوا قافلين، وقال لك احنا بنستقبل المستندات بالبريد. بعتها لهم بالبريد، ضيعوا لي فنديه، وقعدت معاهم في الحوارات دي. وابويا طبعا تعب في النص وتعب في الوقت ده، وانا ما قدرتش اعمل له حاجه، وللاسف توفى، وما قدرتش انزل اصلي عليه الجنازه. فدي ضريبه من ضرائب الغربه عموما اللي بيدفعها ناس كتيره من المغتربين. في ناس بتقدر تدوس على نفسها وتنزل، في ناس زي ما حصل لنا كده بتبقى ظروفها القهريه بتمنعها انها تنزل وتشوف حاجه زي كده. فدي نقطه لازم تحطها في اعتبارك قبل ما تسافر. النقطه الثالثه، ودي من النقط الحساسه شويه، التفكك الاسري. يعني خلينا نقولها بصراحه، ممكن لما تيجي هنا تكتشف انه زوجتك اللي انت عايش معاها السنين اللي فاتت دي كلها انسانة تانية خالص مختلفة عن اللي انت شايفها حاليا في بلاد المهجر. وممكن تكتشف ان زوجك اللي انت كنت عايشة معاه في بلده بقى شخص تاني لما جاي هنا وما بقاش على مستوى التوقعات اللي انت كنت متوقعها. كل دي مشاكل للأسف ما بتبانش إلا لما بتهاجروا، وما بتتفجرش إلا في مكان زي الهجرة. ممكن تكتشف مثلا انه في عائلات الزوجة كانت عايشة وباينة انها قدام الناس انها مستقرة وحياتها مستمرة، رغم انها ما كانتش حابة انها تكمل حياتها مع هذا الشخص. ولما جت في بلد بقى زي امريكا كده بتعلي من القيم الفردية، وما عندهاش مشكلة مع الطلاق، لانه طبعا احنا عارفين في بلداننا العربية احنا ما بنعتبر ان الطلاق ده مش حل، وبنحاول نستبعده دايما في اي خلاف اسري، ودايما بندي الاولويه للاولاد، وانه الاستقرار الاسري اهم بكتير من المصلحه الفرديه. لما بتيجي في بلد زي امريكا يقول لك لا، المصلحه الفرديه اهم. انت شايفه نفسك مش حابه انك تستمري مع الشخص ده، طلقي منه. وانت شايف نفسك انك مش قادر تستمر مع الانسانه دي، تطلق منها عادي جدا. ففي ناس ما بتكتشفش المشاكل دي الا لما بتيجي هنا، ودي نماذج انا شفتها حقيقيه. يعني في ناس يا عيني اول ما جت هنا ما كملتش سنه الا وكانوا انفصلوا، رغم ان هم كانوا عايشين مع بعض سنين في بلادهم. ليه؟ لانه البيئه وقتها هناك كانت مخبيه على الطباع دي. في ستات بتيجي مثلا تكتشف ان جوازها مش على قدر المسؤوليه، يعني بيجي مثلا مش عايز يشتغل كتير، لا هي شغلانه واحده، وانزلي انت تشتغلي معايا، او انت شيل البيت، انا شلت البيت كتير. فتفاجئ وتصدم في جوزها، فتتشرخ العلاقة. وزي ما قلت برضو ممكن واحد تاني يكتشف ان مراته ما كانتش حباه طول السنين دي كلها، وكانت عايشة معاه والسلام، وما صدقت انها جت مكان زي ده وقالت له اهاجر، اهاجر منك انت بقى خالص يعني. فدي برضو من الامور الحساسة للأسف اللي مش هتبان لك خالص الا لما تيجي هنا. لكن طبعا دي مش قاعدة، في ناس كتيرة بتيجي حياتها في بلاد العرب هي نفسها في حياتها في بلاد الغرب مستقرة ومستمرة، وإن كان زي ما قلت لك دي نماذج موجودة حوالينا وبنشوفها. العيب الرابع، انت هنا عايش في نظام علماني. باختصار يعني ايه نظام علماني؟ يعني نظام لا يولي أهمية للقيم الدينية والأخلاقية في سن القوانين والتشريعات. يعني ايه يا عم الكلام المجعلص ده؟ يعني هم بينظروا للمصلحة الفردية بتتحقق ازاي، سواء كانت المصلحة الفردية دي تتعارض مع قيمة أخلاقية أو مع قيمة دينية أو تتفق معاها، هم بيمشوا وراها. القانون بيسن من خلال التشريعات العقلية مش التشريعات الدينية. طيب افرض يا سيدي المصلحة الفردية دي هتخرب الدنيا، يقولك مش مشكلة، احنا هننظمها بشوية إجراءات وقوانين كده علشان ايه ما تخربش الدنيا وما تبوظش علينا حياتنا. مثال على الكلام اللي انا بقوله لك ده، مثلا موضوع زي موضوع الخمور. شرب الخمور هنا عادي جدا لانه قيمه فرديه وبتحقق مصلحه للناس انها بتتظبط وبتتكيف ومش عارف ايه والكلام ده. طيب ما الخمور دي بتخلي الناس تخرج عن شعورها وتخرج عن السيطره، وممكن تعمل حادثه بالعربيه وممكن تعمل كوارث. فيقول لك لا، احنا هنظبطها بشويه اجراءات، انه الشخص اللي هيتعاطى الخمور ده لازم يكون راشد عمره 18 سنه فيما فوق، ويقدم الاي دي بتاعته اللي تثبت الكلام ده،
ولازم ما يسوقش وهو سكران، وما يستخدمش مكنة في الشغل وهو سكران، وما يسكرش قبل ما يروح الشغل مثلا ب6 ساعات أو 7 ساعات. دي التشريعات والقوانين اللي احنا بنحطها وبننظمها. انما الخمرة هتفضل موجودة وهتتباع وهتلاقيها في كل مكان. نفس الحكاية فيما يتعلق بالجامبلينج، بالقمار. عندهم موضوع اللي هو يقول لك ايه، جامبل ريسبونسبولي، يعني قامر بمسؤولية. المهم ان انت تكون فوق ال 18 سنة وتكون عارف انت بتعمل ايه وخلاص. انما القمار هيتسمح بيه، والشركات اللي هي بتاعت اللوتري والحاجات دي هيتسمح بيها عادي. انت بس الموضوع يكون منظم من ناحيتك انت. فقس على كده برضو موضوع قوس قزح اللي ظاهر منيل علينا الدنيا ده. موضوع قوس قزح ده فضلوا وراه لحد ما قال لك خلاص احنا ننظمه بقوانين يا سيدي. عادي ممكن يتجوزوا، عادي ممكن يعيشوا حياة عادية كأنهم أسرة عادية، ويبقى الموضوع طالما الاتنين راشدين وبالغين والموضوع ما فيهوش حد قاصر، يبقى الموضوع كده تمام، مفيش مشاكل. فاللي انا عايز اقوله ان دي مشكلة ممكن تواجهك لو انت شخص متدين جاي من المنطقة العربية، بترفض ان العقل هو اللي يكون يعني الاساس في تشريع الاشياء. انت شايف انه دايما البعد الديني والقيمي والاخلاقي لازم يكون السند وراء تشريع الاشياء. في ناس تانية مبسوطة جدا من الكلام ده وتقول لك ان كل انسان حر، وانا حابب جدا النظام العلماني ده، وانا مهاجر اصلا عشان النظام العلماني ده. فده مش معناه برضو ان انت لو عندك خلفية دينية انك مش هتقدر تتعايش هنا. لا، هتقدر تتعايش، لكن هيفضل الموضوع ده ايه، منغص عليك حياتك هنا. من ابسط الاشياء اللي هتعمل لك مشاكل واللي يعني رغم انها بسيطة انها الا انها تكون مزعجة، موضوع الاكل. لو انت يعني مسيحي فانت مش هيبقى عندك مشكلة، لان انت اكل الخنزير بالنسبة لك عادي حلال. انما لو انت مسلم فانت عندك مشكلة المشاكل. فانت دلوقتي هتقع في ازمة، هل امشي باي فتوى بالظبط؟ فتوى انه ان انا ما ينفعش اكل الا الاكل اللي مختوم عليه بالحلال واللي يكون مذبوح ومسلم من شخص مسلم حسب الشريعة الاسلامية، ولا امشي بفتوى طعام اهل الكتاب حل لكم؟ طيب، لو مشينا بالفتوى الاولانية فانت هيبقى لزاما عليك انك تزور المحلات العربية والاسلامية اللي بتبيع منتجات الحلال، اللي في الغالب في بلد زي امريكا هنا ممكن تلاقيها بعيدة عنك. يعني في ناس بتضطر تسكن قريب منها، لكن في اغلب الاحوال بتكون بعيدة عنك ومش منتشرة كتير. وفي نفس الوقت ما بتوفرلكش اللحمة بالسعر الجيد وبالسعر بالجودة المطلوبة وبالسعر المطلوب اللي انت تتمناه. ولو مشيت بفتوى طعام أهل الكتاب حل لكم، فأنت هتصدم و هتتضايق لما تجد إنه أغلب منتجات اللحوم اللي أنت كنت بتاكلها بسلام في بلادنا العربية، زي اللانشون وزي السلامي والبيبروني والبسطرمة والحاجات دي كلها مخلوطة بلحم خنزير. ايه ده يا عم؟ ده هو مش الحياة يا بقري يا خنزير؟ لا حضرتك، الخنزير ممكن تاكله يتباع في منتج صافي بنسبة 100% خنزير، وممكن تجده مخلوط مع لحم بقري او مخلوط مع لحم ديك رومي او مخلوط مع فراخ علشان يزود الكمية وعلشان يقلل السعر. فدي من ضمن المشاكل اللي انت هتقابلك هنا في بلاد المهجر، موضوع الاكل، تاكل ايه وتاكله ازاي وتمشي بأنهي فتوى. فقلت برضه اقولها لك علشان تنتبه ليها. مشكلة برضو من المشاكل المشهورة هنا هي مشكلة تربية الأولاد. أنت هتربي أولادك بالظبط على أنهي قيم؟ لو هتربيهم على القيم الغربية فأنت كده بتمحي هويتهم، ولو هتربيهم على قيمنا الشرقية فأنت هتلاقي إن في تعارض وتصادم دايما بيحصل ما بين اللي بيتعلموه جوه البيت وما بين اللي بيشوفوه بره في الشارع وفي المدرسة. أبسط مثال على كده، مثلا لما أجيت أودي بنتي الكبيرة المدرسة في اول يوم في السنه الدراسيه، وروحت ووصلتها عند الباص ستوب علشان تركب، وهي بنتي دلوقتي حاليا في تالتة اعدادي. ففوجئت ان كل البنات اللي واقفين معاها لابسين شبه بيكيني.
يعني تخيل طالبة في تالتة اعدادي لابسة شورت قصير جدا وكروب توب وراح المدرسة. فانت عمال طول الوقت تفهم بناتك انه لا، الحشمة مطلوبة، وهيجي الوقت عليك اللي لازم تتحجبي والحاجات دي، وان احنا ما ينفعش نعري جسمنا. وتنزل تلاقي انه زمايلها في المدرسة عادي جدا لابسين اللبس ده، ومفيش اي اعتراض يذكر من المدرسة. فده اللي انا اقصده، بان انت اللي بتعلمه جوه بيتك دايما بيصطدم باللي موجود في الخارج. مثال تاني برضو، بنتي الصغيرة جت لما دخلتها اول سنة، جت حكيت لي لما كانت في اولى اعدادي، في اولى ابتدائي، جت حكيت لي انه يا بابا انا عندي بنت في الكلاس بتقول ان عندها 2 ماما. انا عايزك تتخيل معايا الصدمة اللي ممكن تحصل لك، ان بنتك الصغيرة اللي عمرها 5 سنين ولا 6 سنين عندها واحدة زميلتها جوه الفصل بتقول لها ان عندها 2 ماما، وان انت مضطر تخوض غمار هذا النقاش وتفهمها يعني بشكل كده هي تفهمه وتستوعبه، يعني ايه 2 ماما. طبعا هتضطر تضحك علينا ان هي مش هتفهم الكلام اللي انت هتقوله، وان كان فيما بعد لما كبروا فهموا بدري الحاجات دي اللي احنا فهمناها واحنا كبار في الجامعة. فدي مشاكل من ضمن المشاكل اللي هتقابلك هنا. طبعا انا اضطريت ساعتها اسيب المدرسة ورحت منطقة تانية ابعد واغلى، بس عشان فيها عرب ومسلمين كتير وفيها مدارس اسلامية. وحتى لو ما قدرتش ان انا كنت ادخلها مدرسة اسلامية، فانا ضامن لما هدخلها مدرسة حكومية هتلاقي ناس شبهها كتير تقدر تتلم عليهم. عملت كده الحمد لله، والموضوع ماشي لغاية دلوقتي، وان كان طبعا يعني التكلفة عالية. النقطة الأخيرة بقى هي انهيار العولمة. ايه يا عم الكلام المجعلص اللي انت عمال تقوله من الصبح ده؟ ايه انهيار العولمه والكلام ده؟ مش عارف ايه العولمه دي اصلا يعني. العولمه دي يا سيدي فكره حالمه رومانسيه اخترعها الغرب في التسعينات بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي علشان يسيطر بيها على البلدان الفقيره اللي زي حالتنا اكتر. فقال لك بص بقى يا سيدي، احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين نخلي العالم ده قريه واحده، تمام؟ ويبقى زيتنا في دقيقنا، واللي عندكم عندنا، واللي عندنا عندكم. طبعا هو كان المقصود ان احنا اللي بننتج، واحنا اللي عندنا المنتجات المهمه اللي موجوده في العالم كله، وانتم ما بتنتجوش حاجه، فانتوا هتبقوا اسواق لمنتجاتنا احنا، فهنغرقكم منتجاتنا، وهنفضل احنا اغنياء على طول وانتوا فقراء على طول. لكن اللي حصل انه كتبع من تبعات العولمه انه بقى فيه هجره من بلاد الفقيره ومن البلاد العربيه للبلاد الغربيه. وطبعا احنا شايفين اللي حاصل في بريطانيا، واللي حاصل اليومين دول في امريكا، واللي حاصل في كل البلدان الاوروبيه في خلال ال10 سنين الاخيره. ففكره العولمه ردت في صدرهم قتلتهم. فقال لك لا يا عم، لا لا لا، ما احنا مش لاعبين، احنا كل واحد بقى يفضل مكانه، وكل واحد يفضل في حدوده، واللي هيعدي الخط ده مش عارف هيجرى له ايه. احنا يا عم اللي عندنا عندنا، واللي عندكم عندكم، ومش عايزين اي حاجه. خلاص بس خليكم انتوا ايه في مكانكم. التيار ده بقى موجود وبقى منتشر، يعني خلينا نقولها بمنتهى الصراحه. والناس دي بقت توصل للحكومات، بغض النظر انا مش هسمي اسماء، انتوا عارفين كل حاجه. فالناس دي لما هتوصل للحكومات بتسن تشريعات دلوقتي علشان تمنع وتحد من الهجره. فدي نقطه لازم تحطها في اعتبارك، ان انت هتواجه حرب سياسيه وقانونيه وانت رايح المكان ده. يعني مؤخرا آه، الرئيس المستشار الالماني فيرتس ده ولا اسمه مش عارف ايه، عايز يطلع قوانين بترحيل السوريين من الاراضي الالمانيه. السوريين اللي شغالين هناك كدكاتره وكموظفين وكتجار وبتاع وبيساهموا في المجتمع، عايز يرجعهم مثلا عشان واحد ولا اتنين عملوا لهم غلطه. فطبعا آه، موضوع الهجرة ده بيستخدم كشماعة علشان يبرروا بيهم فشلهم الاقتصادي والإداري. زي ما احنا كده في بلداننا العربية ما بنبرر دايما الفشل، يقول لك بالسكان، احنا عندكم انتوا كتير، تعدادكم كتير، احنا مش عارفين نعمل حاجة. هو نفس الكلام برضو في الغرب، يقول لك لا اصل المهاجرين جم خربوا لنا الدنيا، طلعوهم بره واحنا نعمل لكم احلى شغل على ميه بيضاء. فدي نقطة انت لازم تبقى حاططها في اعتبارك قبل ما تسافر، انه ما بقاش فيه الترحاب اللي كان موجود من 10 15 سنة. خد بالك. في النهاية اتمنى اكون قدمت لكم حلقة كاملة متكاملة عن فكرة الهجرة.
استخدموها مع حلقات تانية كتير من تجارب ناس تانية علشان تستفيدوا منها اكتر وتكونوا صورة اكبر. وفي الاخر يعني لو الحلقة عجبتك لا تبخل علينا بلايك ولا تبخل علينا بسبسكرايب، فإنهم يرفعان الروح المعنوية كما يرفع الكوريك السيارة. وديكوا شايفين هو أنا اتحمصت من الشمس ضربة في وشي عشان أصور لكم هذا المكان الجميل، وقاعد بكلمكم مش عارف ايه اللي ممكن يطلع عليا من الأحراش اللي ورا دي. فياريت تاخدوا كل ده في الاعتبار. يلا إن شاء الله ربنا يكرمنا ويجمعنا بكم تاني على خير لو شجعتونا. وسلام عليكم.